وحشتوني وحشتوني وحشتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وحمامكم في احسن حال. صدقوني يا رجاله والله بجد فعلا وحشتوني. واشكر كل الناس اللي بتعلق على الفيديوهات اللي بتنزل، الفيديوهات الشورتس الفترة الأخيرة. والنهارده فيديو في السلاكة بعد تقريبا أسبوع ما صورناش. إن شاء الله هنروق على الحمام كله النهارده. طبعا يا رجاله بشكر كل الناس اللي ساعدت عليا. احنا بقالنا كتير ما صورناش في السلاكة. النهارده فيديو هنروق على كل حاجة في السلاكة عشان خاطر الحمام. أنا معرفش ايه حصة وحصة امتى وايه اللي المفروض يفك والكلام ده كله. فاحنا هنمسك باب ونمشي باب كده مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، واعمل لكم مفاجأة حلوة قوي للناس اللي طلبت نش الفترة اللي جاية. طبعا يا رجالة المنظر دوت انتوا شايفينه ده مش هينفع خالص. طبعا اسبوع كفيل ان الدنيا تبقى متبهدلة كده زي ما انتوا شايفين. المهم ان احنا اليومين اللي فاتوا في حمام حصة، في حمام طلع، في حمام المفروض يتحضن، في حمام يتحضن بالفعل لان هو بالنسبة لي مهم. تمام كده. طبعا هنا احنا كده هنا ايه بتلهس لان الحيطة دي جايبة نار عليهم، فاحنا لازم نغير المكان هنا عشان المكان هنا بالنسبة له مش هيبقى احسن حاجة. تمام كده. فاحنا هنظبط الكلام ده كله لان الفترة اللي جاية في شوية فيديوهات حلوة. استنوا شغل باذن الله، في تغيير وفي حاجات حلوة كتير الفترة اللي جاية. فانا زي ما قلت لكم يا رجالة، سبب كبير من ان انت مبيبقاش عندك انتاج في مكانك او بيبقى عندك مشاكل في الانتاج في مكانك هي ان انت مش بتتابع الحصى، مش عارف الحمام هيخرج امتى، الحمام تطلع ما طلعش، الكلام ده كله. فده لازم زي ما يوسف كده كان منزل فيديو امبارح بيتكلم فيه عن الجدول، وان لازم يبقى عندك ورقه وقلم او تطبيق او ايا كان. شوفوا انتوا اللي بترتاحوا له. فده طبعا انا بقالي فتره ما بعملوش، عشان كده عندي مشاكل كتير في السلاكه، وكنت بخسر حصى وزغاليل بتتكبس والى اخره. فخلينا نبدا نخش واحده واحده يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على الخضر. اول حاجه هنعملها طبعا يا رجاله، كنت بتكلم انا ومهند محمود من فتره كده وقال لي ان السلكات عاليه، وهو فعلا معاه حق، السلكات عاليه. بس انا زي ما قلت لكم كنت مخلي المكان يبقى عالي عشان اعرف اكنس تحتيه. تمام كده. فعشان نطلع نبدا نمسك طاجن ونبص الدنيا فيها ايه لازم نستخدم الكرسي. فاحنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. ده طاجن الخضر. بصوا يا رجاله، الطاجن دوت ما فيهوش شغل كتير. هم عندهم حصويتين بلاستيك، والحصويتين بلاستيك دول انا كده خلاص هم عملوا مهمتهم معايا، ان هم بقالهم تقريبا 10 12 يوم راقدين عليهم، فكفايه عليهم كده. فاحنا ايه هنظبط الطاجن. تمام. وبعد كده نرجع لهم الطاجن مكانه. الحاجات اللي انت شايفها عاديه او اللي هي كده انت بتعملها دي من اهم الحاجات، ودي اللي بتميز غاوي عن غاوي، ان انت تبقى ايدك في سلاكتك على طول. اسبوع كتير عدم المتابعه بيخسرك كتير، بيخلي عندك مشاكل كتير قوي في السلاكه. فخلينا متفقين ان موضوع ان انت تبقى متابع الحمام بتاعك وايدك في الطاجن كده اول باول، الموضوع ده مهم جدا وهيفرق معاك. يعني تخيل كده ان انت ما بتحطش تحديد، ما بتبصش على حصى، ما بتكتبش حصى، هتلاقي عندك خسائر كتير جدا. فاحنا نسمي الله كده. دول كده اول حاجه. تمام كده. فاحنا هنمشي بالترتيب واقول لك كل حاجه. اللهم صل على النبي. كده ماشي. بص، اللهم صل على النبي. الله اكبر. بص، ده زغلول البلاك. ده اول فرخ في الحمام البلاك او في الزغاليل البلاك. ان شاء الله باذن الله مش هيبقى اخر فرخ. طبعا انا دول اول ما جبتهم كان عندي فيهم مشكله ان الحصى بتاع النتي كانت لسه اول شغل، فحصاهم ضعيف، فمفيش فرشه طاجن. ففرشه الطاجن اسف الحصى كان بيقعد بيتخرم. كنت بحط سن ناشف شويه، فكان اللهم صل على النبي فرش الطاجن كان سبب كبير قوي من ان انا اخسر زغاليل زي كده. يعني واخد منهم قبل الزغلول دوت 20، وده كان معاه برده كان معاه حصوايه. اللي متابعني يعرف ان ده كان معاهم حصوايه، وبرده نفس الكلام. الطاجن بتاعهم نضيف ودنيتهم تمام، ما عنديش اي مشكله معاه. بص يا باشا، جيب القص المفصصات دول
تعمل ده كده. بص هو ده اللي انا بكلمك عليه. بص حصويتين القص دول انا كنت حاططهم هنا تمام كده، الحصى بتاعهم اتكسر بسبب كده. انا عايزك بص بسبب كده. المتابعه بتاعتك مهمه جدا، وان انت الطاجن بتاعك اساس الزغلول. عندك طاجن كويس في فرش مش ناعم قوي ومش خشن قوي، انت كده في الامان. في ناس بتفرش رمله بس انا مش مع الناس اللي بتفرش رمله. الفيديو ده يا رجاله هيبقى طويل شويه، ان احنا هنعدي على طاجن ونبص الدنيا فيها ايه. على كده اللهم صل على النبي. بص انت كده في الامان، انت كده محضرك 100 100، انت مش محتاج اي حاجه. بسم الله كده ونحط كوبايه شاي هنا ونجيب اللي بعده. نفس الكلام ودول المفروض حصوتين خضر، المفروض يعني يفكوا. دي المشكله بقى، انت مش عارف الحصى ده المفروض يفك امتى، فاهمني؟ فعشان كده بقول لك ان انت لازم تبقى كاتب ومسجل كل حاجه. واللي كان بيقوله الرايق يعني 10 على 10 الصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كده. نرجع للكرسي تاني. بسم الله. هنا المحضن تمام، مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. الحمام ده المفروض اصلا على حسب. بسم الله. هنا ده برضو دكر بلاك وانتهي ازاي. محتاجين فرش طاجن. فرش الطاجن لو انت كمان بقى معلم ومش عايز بقى عشان الصيف والحشرات والجدري والكلام ده كله، تقدر تجيب شويه شيح من تحت، يبقى الطاجن نضيف. شويه شيح وبعد كده تحط الفرش بتاعك، انسى ولا حشره ولا اي حاجه. دول قص الكريزات الخضر. انا كده كده هعدي لك على قص ونبص عليهم، بس انا بوريك ايه، ان متابعتك ومحضنك ده لازم يبقى تمام. الفترة اللي جاية فترة قلش فترة احتياج الحمام يتعوض عن الشغل بتاع اللهم صل على النبي السنة كلها، فاهمني؟ فلازم تبقى مركز قوي مع الفترة دي انت اللي بتبني عليها بقية السنة تمام كده. شوف برضه ايه، اللهم صل على النبي. بص شقلباظ، بص المعادن كلها فاضية، الطواجن كلها زي الزفت. هنخش دلوقتي يا باشا على الزغاليل ونروق على الحاجات اللي احنا لسه اول مره نفرخها زي المعلم ده كده. بسم الله. بص بقى هنا بقى انا بكلمك بقى ايه، شغل عملي. بص واحده اسبوع هتلاقي بلاوي، هتلاقي مشاكل عندك قد كده. انت في غنى عن الكلام ده كله. زغلولتين ما شاء الله عليهم، مستواهم قوي الله اكبر عليهم. محتاجين ان المحضن ده ما يبقاش فيه زبله، ما يبقاش فيه اي مشاكل، عشان خاطر الكلام ده كله هيبوظ لهم الدنيا. فتعالى نغير المحضن كده ونروق عليه. طبعا بقيه السلاكه يا رجاله احنا ايه في الوقت ده مش هينفع ان احنا نعمل اي حاجه، عشان الجو زي ما انتم شايفين حر، الحمام كله بيلهث عصافير، فمش هينفع كمان تشتغل بقى وتطرب. ده فيديو خفيف كده اوريكم احنا ايه نمشي مع الحمام ازاي. ودي فيديو ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كده نقول لك احنا بنعمل ايه عشان نحافظ على الحمام بتاعنا طول الفتره اللي فاتت دي، وازاي ما يبقاش عندك
امراض بدون ما تشتغل بحاجات غاليه. بسم الله. ماشي بس. اللهم صل على النبي. دول اول فرخين ان شاء الله في الشلوات البيض في القص اللي خدناهم من محمود. دول اللهم صل على النبي دولتين كويسين. وده اول زق للقص. هم جايبين واحد يعني واحد كبير شويه، واحد لسه عليه شويه. البتاع عندها مشكله هنا، بتعرف سنه. بس انا ماشي معاها ايه بكالسيوم تمام كده. بص قص المونيمنز دول احنا لسه مغيرينهم في الحصر المحضر. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه تاني عيش في سنه، يعني تاني عيش في سنه او تقريبا سنه. تاني عيش في سنه. الحمامه دي عايزه 4 شهور ما تخصصيش. اللي انا عايز اقوله لك ان انت بسم الله الرحمن الرحيم القص دول برضه حصل عندهم مشكله. بص ده اللي انا بكلمك فيه بقى. بص كده حصوية عمرانه 100 مفيش مشكله. شايف الخبطه؟ شايف الخبطه فين؟ فدي حاجه تزعلك. دي برضه بسبب فرش الطوبي. ان انا كنت حاطط لهم الفا جيل بلس مش فرش عشان ما كانش عندي. العش اللي فات حصاهم اللهم صل على النبي الزغاليل ماتت. وهي ليه بقى؟ ودي حاجه انا مستغرب لها برضه. دول تمام مش عايز اعلق التوره دي عشان التوره دي بتقلق جامد، وشكلنا كده هنطلعها ايه لاي حد من المتابعين. بسم الله. انا يا باشا كده يا باشا عشان دول ايه بسم الله. دول ولاد مارادونا زغرتين الله اكبر عليك. برضه نفس القصه. المخزن مش احسن حاجه. بس الحلاوه يا باشا. بس الحلاوه يا باشا. حلويات. دول ان شاء الله هيطيروا عندنا باذن الله. دول باذن الله يبداوا يطيروا عندنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. استنوا فيديوهات 100 ان شاء الله. يا عم اللهم صل على النبي. نفس الكلام ونفس العمر ونفس المشكله. بص طبعا الحمام ده ما اتدبلش. الحمام ده المشكله ان مفيش دي بس 27 عندي. انا مش عارف انزل السوق، فالحمام ده كده هيقعد عندي. انا هنشوه يعني مش محتاجهم يتدبلوا، لان هم كده بعد ما هيطيروا يخلصوا ان شاء الله باذن الله يتقصصوا يبقوا قصوص باذن الله عندنا برضه. فرخنا قدرنا وعارفينه مش محتاجين الحمد لله نشتري حضان من بره ولا حاجه. كده احنا ايدينا برضه مع الحمام. ما تنساش الحمام ايه يتفقس لوحده. لازم تتعب مع الحمام بتاعك تشتغل معاه. بسم الله. الله حلويات. دول بقى يا باشا كده. بس تحس انت بتربي يمام. والله العظيم تحس ان انت بتربي يمام. بس الزغلول قد ايه؟ الزغلول مفيهوش يعني مش يمام. اقسم بالله خلي بالك كده المفروض ده يعني شويه ويتفتم 3 4 ايام ويتفتم 3 4 5 ايام ويتفتم. بص قد ايه الزغلول عملته كده اختفى في ايدك. بالمناسبه يعني اليمني دول اخرهم معانا ان شاء الله باذن الله يومين وهيروحوا عند يوسف الباقي. بص اتفرج يعني. بص اللهم صل على النبي. هوريك اخويا دلوقتي. بسم الله. هنا كده الرجاله مفيش حاجه والحمليات دول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي.
صلى على النبي يا رجاله كده، ولا بصيتكم هنا كده ايه، لايك لاخوك، اشتراك في القناه، كومنت حلو، دلعني والله. الواحد اقسم بالله بيتعب عشانكم، وعشان برضه عايز يبقى حاجه يعني. الواحد فينا برضه ايه، بيبص لقدام، بيبص يطور نفسه ازاي، ايه المفروض يعمله، ايه المفروض يركز عليه. سمي الله حاجه كده، بسم الله الله اكبر، الله اكبر. حلويات، دي الحلويات بقى، دي الحلويات اللي احنا ان شاء الله باذن الله مركزين عليها الفتره اللي جايه. فرخ بفضل الله كده كده يعني. الزواجر والحاجات دي ده ما هي الا تحضير بالنسبه لنا. احنا اساسنا برضو حتى لو حاجات بورق وحاجات غاليه وجايبين حاجات بارقام، فاحنا اللهم صل على النبي ده تركيزنا ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي جايه برضو يبقى في غزار كتير، بص ادينا اهو، يبقى في غزار كتير، يبقى في ان شاء الله باذن الله قطاطا ومساويد، ونظبط الدنيا ونروق الدنيا. زي ما قلت لك، انت لما بتيجي تشتغل على حاجه لازم تجيب حاجه فيها خامه. وانا من هنا بشكر اخويا محمد عصام على الخامه اللي هو اداني، الخامه اللي انا مسكتها من وراه. الراجل بصراحه ما خدش جنيه في حقه برضه، اللهم صل على النبي، ايه ياخدوا يا رجاله. بص حته تاني، اللهم صل على النبي، الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله. صل على النبي واذكر الله. زغلول عليه كام؟ 2 4 7، زغلول عليها 7. الله اكبر على فرجك. بص يا رجاله، الحاجات دي ما تغلاش عليكم، الواحد بيفرجكم عشان عارف ان الناس هنا عينيها مليانه. الله اكبر، زغلول لسه عليه 7 ان شاء الله تكشف طيره يعني، لسه الله اكبر، ليها مستقبل قوي ما شاء الله. بس اللهم صل على النبي. طبعا يا رجاله احنا كده روقنا على الطاجن والمكان يعني، ظبطنا الدنيا هنا. الكلام ده اسف، الكلام الادراج دي مش هينفع تتحرك دلوقتي. ليه مش هينفع تتحرك دلوقتي؟ لان زي ما قلت لك كده احنا في صيف، هتعفر بعد ما تتعبني انا كبني ادم ماشي، وهتتعب الحمام وهتتعب العصافير وهتبهدل الدنيا. فاحنا ايه، في غنى عن كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله. السلاكه كلها تتروق بالليل. انا روقت معاكم كده ايه العيون. وتعالى كده يوم بص كده على الحمام ايه هو مكانه. بص يا رجاله، اللهم صل على النبي. بص يا رجاله، دول ان شاء الله باذن الله يعني الحصرتين بتوعهم يكونوا سلام. هم يعني معمرين، بس انا مش عارف، قلقان شويه، فربنا يبارك. الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دول مستنيهم على حصر ان شاء الله باذن الله. كده احنا رجاله الفتره اللي جايه دي باذن الله مش هنطلع زغاليل. الفتره اللي جايه دي احنا هنربي شويه زغاليل لنفسنا، تمام كده. كل ما احنا رجاله ايه اتظبط وتروق، بحيث ان انت ايه تعرف تحافظ على الزغاليل اللي عندك وعلى الحمام اللي بيطلع عندك وعلى الحصى، عشان ما تكسرش دول الحصوتين الخضر ان شاء الله باذن الله. باذن واحد احد يطلعوا ان شاء الله مبقاش فيهم مشاكل، تمام كده. زي ما قلت لك كده برضه ايه، الله اكبر، السكرتات عليهم ان شاء الله باذن الله عليها حصى. ودي ريحت شويه، طبيعي ان الحمام يريح دلوقتي. في حمام ابتدى يريح، في حمام شغال عشان انت خدمه. فانا الحمد لله حمامي انا متاكد منه وخدمه الحمد لله، فشغال معاهم ايه المره. الموسم ده رجاله هيبقى اول موسم ما نفديش الحمام هيفضل مع الكوره، لان انا اول حاجه ما عنديش مكان، تمام. تاني حاجه انا عايز اسيب الحمام يفضل مع بعض، لان ما عنديش مكان وحافظ على الحاجه ما لكهاش. لان انا لما باخد النتي واحطها في مصاصد تقعد تحصي على الفاضي وعلى المليان، وده بيخسرني طبعا. اللهم صل على النبي. جهد الحماميه لما اكون محتاجها في شغل، لما يجي وقت الشغل بيخسرك جهد الحماميه. طب يا رجاله، معلومه كده برضو على السريع كده، خلينا نركز كده على الميه. اللهم صل على النبي. خزان الميه ده بلاستيك، تمام. خزان الميه ده في الحر تقدر تغيره مرتين 3 في اليوم. غير يا باشا براحتك، محدش هيقول لك لا. واضح الفكره؟ تقدر تغيره مرتين 3 في اليوم، غير يا باشا براحتك محدش. وطبعا يا رجاله بص يعني احنا ما كملناش نص ساعه في السلاكه، الجو موت. السلاكه هنا اللي دخلها عارف السلاكه عامله ازاي عندي في الجو دوت، تمام كده. كمان لسه ما شلتش البانر من فوق. فالفتره اللي جايه باذن الله نحاول نظبط الدنيا، نحاول نحسن من الحمام اللي عندنا، ندخل ان شاء الله حمام جديد، نحاول يبقى في نش على القناه عشان خاطر ناس كتير طلبته مني. وان شاء الله باذن الله مش هنقطع، شغالين يوم
الفتره اللي جايه بدون انقطاع. كان معكم اخوكم اسلام ابو كده، كل مكان، مسلككم.